مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة الفيديو بتاعنا جامد جدا، هيبقى سجل معاكم. لو عايزين تعملوا كوارع هقول لكم ازاي تعملوها بكل تفاصيلها، وازاي تنضفوها كويس، وكمان ازاي تعملوا احلى طاجن كوارع، وكمان هنعمل احلى شوربة كوارع ممكن تاكلوها بطريقة مبسطة جدا. الفيديو ده هيبقى طويل شوية، ودلوقتي يلا نبدأ ونجيب الكوارع بتاعتنا. انا معايا فردة من الكوارع زي ما انتم شايفين معايا، هي بتيجي بالشكل ده من عند الجزار، بتيجي شابكة في بعضها، او انتي ممكن تقولي للجزار يقطعها لك. انا عن نفسي هجيب دلوقتي سكينة تكون حامية وهبدأ اقطعها. هو بيبقى يعني شايل، يعني مكسر العظم بتاعها، فانا يدوبك بس ايه بفصل بالسكينة اللحمة بس. وزي ما انتم شايفين معايا هي نظيفة وجميلة وزي الفل، بس فيها مشكلة ان بيبقى فيها شعر قليل. مش كل الجزارين بيعرفوا ينضفوها بشكل كويس، وحتى لو نضفوها انا ببقى موسوسة شوية في النقطة دي، وبحب اخليها تبقى نظيفة خالص وما يبقاش فيها اي شعر، وابقى متأكدة ان هي مش هتطلع اي زفارة وانا بعملها. فانا بعمل الخطوه دي، بجيب الكوارع بتاعتي واروح عند عين البوتاجاز، وطبعا ببقى غاسله البوتاجاز كويس قبلها علشان خاطر لو الكوارع بتاعتي جت على البوتاجاز ما تتبهدلش او تاخد اي ميكروب. وباجي بقى على النار وببدا احرق كل الشعر اللي موجود في الكوارع بتاعتي. الخطوه دي ممكن تبان غريبه عندكم، بس دي طريقه امي اللي هي بتعمل بيها الكوارع، وصراحه انا اتعلمتها منها بالطريقه دي، ومش عايزه اقول لكم بتطلع احلى شوربه كوارع في الاخر. فانا بحب انضفها بالشكل ده، وبعد ما بشويها على النار كويس جدا وبشيل كل الشعر. وده شكلها بعد ما شيطنا الكوارع بتاعتنا على النار، خلاص بقيت نظيفه وما فيهاش اي شعر. بجيب بقى بحطها تحت الحنفيه، وببدا بالسكينه بقى اكحتها بالشكل ده كويس جدا عشان اتاكد ان ما فيهاش اي شياط او اي حاجه. وبعد كده بجيب ليمون وبعصره عليها، وبحط حبه ملح كويسين، وببدأ أدعك الكوارع بتاعتي كويس. وبعمل الخطوة دي كذا مرة وأشطف وارجع أعيد نفس الخطوات دي. وطبعا بنعمل الخطوات دي على الحوض، وبندعكها كويس جدا. وبعد ما بنغسلها كذا مرة بنروح نقعينها في شوية مية وملح وليمون وبنسيبها. انا مش بستخدم خل خالص مع الكوارع علشان بتديني ريحة ما بتعجبنيش، فانا بحب استخدم ليمون ومية بس. وبعد ما غسلتها ونضفتها كويس جدا وشطفتها وبقيت تمام، ونقعتها ساعتين في مية وليمون وملح، وخلاص بقيت تمام معايا زي ما انتم شايفين معايا بيضة وزي الفل. دلوقتي بقى هنبدأ نسلقها. هجيب حلة وتكون فيها مية سخنة. في ناس بتحب تسوي الكوارع في مية باردة، لكن انا عن نفسي كنرمين بحب اسويها في مية سخنة. فانا بجيب المية السخنة بتاعتي وببدأ احط الكوارع. وبعد ما حطيت الكوارع هبدأ بقى اجيب بقى الخضار اللي هينكهها. بجيب طماطم وجزر وفلفل وقرن فلفل وبصلة، وبحطهم معاهم، وبحط كمان نص ليمونة. ومش بحط اي توابل دلوقتي، ورق لورا وحبهان والحاجات دي لا، بستنى لغايه لما اشيل كل الريمه اللي بتطلع على الوش. بستنى اول 10 دقايق، وطبعا ببقى في اول فتره معليه البوتاجاز علشان تبدا تغلي بسرعه. وبعد كده بعد ما بشيل الريمه وبتبقى ما فيهاش اي ريمه خالص. ودلوقتي بقى بعد ما شلنا كل الريمه، دلوقتي بقى هنحط ورق لورا وحبهان وفلفل اسود حب، وممكن تحطوا فصين مستكه، وممكن تحطوا عود قرفه، بس انا ولادي مش بيحبوا القرفه قوي فعشان كده مش هحطها. وبعد كده هسيبها على النار. وفي الخطوه دي هبدا اوطي النار خالص، ههدي النار عليها واغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها. في ناس بتسويها من بالليل، تسيبها ساعتين تستوي، بعد كده تطفي عليها النار وتاني يوم تروح مشغله عليها البوتاجاز. او في ناس بتسويها على نار هاديه 3-4 ساعات، بس بتاخد وقت اطول شويه. انا عن نفسي سويتها ورا بعض، وده شكلها بعد حوالي 3 ساعات. طبعا على نار هاديه هي خلاص بقيت 3/4 سوا وبقيت تمام جدا، وطبعا كل ده على نار هاديه. ولغايه دلوقتي بعد 3 ساعات على النار انا ما حطيتش ملح، انا بحب احط الملح في الاخر لما يبقى خلاص قدامي نص ساعه او ساعه. في الوقت ده انا بحط الملح، وهجيب معلقه ونص كبيره ملح وهحطها، وهسيب الكوارع بتاعتي تاخد حوالي نص ساعه او ساعه كمان تغلي وتتملح كويس جدا.
وبعد كده بعد ما سبت الكوارع بتاعتي 4 ساعات، دلوقتي بقى شلتها من على النار وسبتها تهدى شويه، وانا حابه اخلي الكوارع بتاعتي. لو انتوا مش حابين تخلوها وعايزين تخلوا الطاجن بتاعكم كوارع بالعظم مفيش مشكله، لكن بالنسبه لي انا جوزي مش بيحب العظم بتاعها، فانا هخليها وهقول لكم ازاي تخلوها باسهل طريقه. هي خلاص الكوارع طريه جدا، ومش يعني مش عايزه اقول لكم حلوه قد ايه. دلوقتي بقى هتبدا تتخلي بسهوله معانا خالص. هنشيل كل التفاصيل بتاعتها ونقطعها شرايح. وبعد ما قطعنا الكوارع وخليناها كويس جدا، دلوقتي بقى هنبدأ نجهز احلى طاجن كوارع ممكن نعمله في حياتنا. هنجيب بقى طاسة ونحطها على النار، وهنحط فيها معلقتين كبار سمنة بلدي ومعلقة كبيرة توم مفروم، وهنقلبها حوالي دقيقة كده لدقيقة ونص. انا مش عايزة التوم بتاعي يتحمر، انا عايزة تبدأ ريحته تطلع. واول لما ريحته تبدأ تطلع هحط معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وهقلبها حوالي 30 ثانية لدقيقة. هنجيب بقى معلقة كبيرة لمعلقتين خل أبيض، وبعد كده بجيب حوالي 4 بصلات أنا مقطعاهم شرايح. أنا بحب في الخطوة دي البصل كتير، لكن انتوا لو بتحبوا البصل أقل ممكن تحطوا بصلتين بس، لكن أنا بالنسبة لي الطواجن لازم يبقى فيها بصل كتير، بتديها تسكيرة وطعم خطير. بعد كده هحط البصل وهبدأ أشوحها كويس جدا، وهصبر عليها حوالي 4-5 دقايق لغاية لما البصل بتاعي يبدأ يدبل. واول لما البصل بتاعي يبدأ يدبل، دلوقتي بقى هجيب معلقتين كبار صلصة طماطم ومعلقة كبيرة سكر، وهبدأ بقى اقلب كويس جدا. وبعد كده هنجيب كوبايتين عصير طماطم فريش ضربينه في الخلاط عادي جدا، وهنقلبه كويس جدا. وبعد كده هبدأ اتبل الصلصة بتاعتي. هحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة 7 بهارات، ورشة جوز الطيب. وانا طبعا بحب جوز الطيب يعني ابشرها فريش وانا بعمل الاكل، بتدي ريحة حلوة جدا. وهسيبها تتسبك حوالي 10 دقايق لربع ساعة. وبعد ما اتسبكت معايا وبقيت تمام، دلوقتي بقى هحط فلفل الوان، فلفل اخضر واصفر وقرن فلفل حراق براحتكم على حسب ما بتحبوا. وانا ما بحبش احط الفلفل الالوان في الاول علشان انا مش عايزاه يتهري معايا من دلوقتي، انا عايزاه بس يبقى يديني طعم حلو في الفرن، فانا مش حابه ان انا اهريه، فهحطه في الاخر. وبعد كده هنجيب كوبايتين شوربه من شوربه الكوارع بعد ما صفيناها، وهنبدا نضيفهم ونسيبهم لغايه لما يغلوا حوالي دقيقتين كمان. وبعد ما احلى صوص هنحطه في الطاجن بتاعنا خلاص غلى وبقي تمام. دلوقتي بقى هنجهز الطاجن. هنجيب اي طاجن فخار عندك او بايركس او اي نوع، وهنبدا نحط شويه من الخلطه بتاعه البصل والطماطم اللي احنا عملناها. وبعد كده هنحط الكوارع المخلية. وعلى فكرة ممكن تعملوا نفس الخطوات وتحطوا الكوارع بعضمها، طبعا للناس اللي بتحب الكوارع بعضمها زيي مش عايزة اقولكم بتبقى خطيرة، لكن انا عشان انا عاملاها لجوزي، فانا جوزي مش بيحب العظم بتاعها، فعلشان كده حبيت اسهله الدنيا شوية. لكن للناس اللي بتحبها بعضمها تحطها بعضمها وتحط نفس الخلطة، هتبقى بجد خطيرة جدا. وبعد كده هنحط طبقة من الخلطة كمان، ونحط بقى باقي الكوارع ونغطيها بقى، ونحط بقى قرن فلفل حراق من فوق ونظبطها. بصوا شكلها حلو جدا. دلوقتي بقى هنروح ندخلها الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ساعة ونص ساعتين. الطواجن لازم تقعد فترة في الفرن كويسة جدا علشان يطلع لنا التيست اللي احنا عايزينه. كل حاجة مستوية، بس انا بحب اخليها وقت اطول. انتوا لو مستعجلين ممكن ساعة تبقى تمام، لكن انا بالنسبة لي بحب احطها من ساعة ونص لساعتين مش اقل من كده. ولغاية لما الكوارع تستوي معانا، دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا احلى شوربة كوارع ممكن تاكلوها بالطشة بتاعتها. مش عايزة اقول لكم بتبقى خطيرة، وبتبقى دي اكتر حاجة بتبقى مشهورة في المطاعم. هنعملها ازاي بقى؟ هنجيب حلة ونكون حاطين فيها الشوربة بتاعتنا، وكمان هنحط فيها الكوارع المخلية ونديها غلوة على النار. واول لما تغلي وتبقى تمام، دلوقتي بقى هنجهز لها الطشة بتاعتها. هنجيب طاسة بقى ونحط فيها معلقة كبيرة سمنة بلدي، ومعلقة صغيرة توم مفروم، وهنقلبها حوالي دقيقة لغاية لما ريحة التوم تبدأ تطلع. وبعد كده هنحط معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، مش عايزة اقول لكم دي بتدي ريحة خطيرة. وهنقلبها كويس جدا. واول لما ريحة الكزبرة تطلع وتبقى واخدت اللون ده حوالي دقيقة كمان، هنجيب بقى معلقة كبيرة لمعلقتين خل ابيض، ونروح طشين بيهم المرقة بتاعتنا، نروح طشين بيهم الطشة بتاعتنا.
يا سلام، الريحة خيالية، ريحة جميلة جدا. وبعد كده هنقلبها حوالي دقيقتين ونروح بقى نتش الشوربة بتاعتنا. مش عايزة اقول لكم الريحة قلبت الدنيا. وبعد كده هنبدأ نقدم الشوربة بتاعتنا بالشكل ده. بجد شكلها حلو جدا وطعمها خطير، والشوربة طعمها فظيع جدا. اتمنى بجد تجربوا الفيديو ده بكل تفاصيله. لو انتوا عايزين تاكلوا طاجن الكوارع بورق العنب اكتبولي وانا هعملها لكم. مش عايزه اقول لكم الاكله دي حلوه جدا، وكل تفاصيلها انا واخداها ومتعلماها من مامتي، لان هي اشطر واحده بتعمل كوارع وممبار ولحمه راس والاكل الحلو ده. هي اشطر واحده ممكن تعمله، ونضيفه جدا، والاكل بتاعها بيطلع تحفه. وانا بشكر ماما ان هي علمتني الاكل ده، وبقول لها بحبك جدا وربنا يخليكي ليا ويديكي الصحه، ويا رب تخفي وتبقي زي الفل بنعمه ربنا. اشوفكم على الف خير. كان معاكم نرمين صبري. باي باي.